بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. انجيل هذا الصباح المبارك بيكلمني عن التجربه اللي ابليس حاول يجرب بيها رب المجد يسوع المسيح. في دقائق صغيره كده بس هنتامل في سؤالين ليا ولحضراتكم، كل واحد فينا يسال نفس السؤال ده. اول سؤال: ازاي الشيطان جرب يسوع المسيح ملك الملوك؟ هو عارف، بولس الرسول يقول لنا كده هو في رسالته لتسالونيكي: الرب يبيد بنفخه فم. فازاي ابليس جرب يسوع المسيح ملك الملوك؟ الاجابه: رب المجد لما جه واتجسد من بطن العذراء مريم ومن الروح القدس كان ليه طبيعه واحده من اتحاد طبيعتين، لاهوت كامل وناسوت كامل. فالشيطان لما شاف يسوع المسيح بعد ما هو صايم 40 يوم لدرجه انه وصل لمرحله الجوع، كان جاي، فقال لك ده شايف انسان قدامه، فعشان كده بدا يجربه. وربنا بحكمته الالهيه أراد أن يخفي طبيعته الإلهية عن الشيطان. ليه؟ عشان ما يوقفش خطوات الفداء اللي رب المجد جاي مخصوص عشانها. عشان لو كان الشيطان كان عارف إن هو ده ربنا، ده إله كامل، كان هيحاول يوقف خطوات الفداء. عشان كده نفتكر كده على الصليب كل الكهنة واليهود تحت كانوا يقولوا إيه؟ لو كنت أنت ابن الله انزل من على الصليب عشان نؤمن بيه. الشيطان لغاية آخر لحظة، لغاية ما يسوع المسيح أسلم الروح على الصليب وهو مش عارف يسوع المسيح ده ربنا ابن الله الوحيد ولا ده إنسان؟ ده بيجوع ويشرب ويصوم يبقى ده إنسان. طب إزاي بتقوم لعازر وإزاي بتخرج لروح الشريرة؟ فكانت الرد إن يسوع المسيح كان ليه طبيعة واحدة من اتحاد طبيعتين، لاهوته لم يفارق ناسوته. عشان كده الشيطان تجاسر وحاول يجرب يسوع المسيح لأنه شايفه قدامه إنسان شبهنا في كل شيء ما خلا الخطية طبعا، لدرجة إن هو كان قاعد بعد ما صام 40 يوم وصل لمرحلة الجوع. يبقى عشان كده الشيطان تجاسر وحاول يجرب يسوع المسيح. السؤال الثاني والأخير: طب ليه يا رب أنت تسمح إن الشيطان يجربه؟ ده أنت بكلمة واحدة هتهدينا، إزاي تسمح يا رب إن الشيطان يجربه؟ الإجابة: أول حاجة زي ما بنقول كده هو يسوع المسيح صام عنا. يسوع المسيح سمح لعدو الخير والإبليس إن هو يجربه لكي ينتصر لحسابنا. إحنا كلنا أخذنا البنوة من ربنا بالتبني لما اتعمدنا واترشمنا بالميلون، خدنا البنوة، فإحنا خدنا النصرة اللي رب المجد انتصر بيها على إبليس. يبقى ربنا سمح لإبليس إن هو يجربه لكي ينتصر عليه ويعطينا نحن كلنا النصرة على الشيطان. انتصر عليه لحسابنا إحنا. إنما ربنا طبعا ملك الملوك ومش محتاج إن هو يقف قدام المسيح، ممكن ما كانش يسمح إن الشيطان يجربه، ولكن انتصر عليه وسمح إن هو يجربه لكي ينتصر عليه. تاني حاجة، يسوع المسيح من ضمن ألقابه الكنيسة كده بتسميه والكتاب المقدس بيسميه هو آدم الثاني. آدم الأولاني وقع في نفس الثلاث خطايا، فجه يسوع المسيح بتجسده وهو آدم الثاني بينتصر لآدم الأول في الثلاث خطايا اللي وقع فيها آدم الأول. أول خطية آدم وقع فيها إيه؟ أبونا آدم وأمنا حواء، إنه شافها جيدة للأكل، حب ياكل من الشجرة اللي ربنا قال له ما تاكلش منها، ودي خطية الجسد اللي هي الشيطان حاول يجرب يسوع المسيح، قال له خلي الحجارة تبقى خبز، قال له إيه؟ ليس بالخبز وحده الإنسان. هذه أول تجربة وقع فيها أبونا آدم اللي هي شهوة الجسد والأكل. تاني تجربة أبونا آدم وأمنا حواء وقعوا فيها إن هم شافوا إيه؟ شافوا شجرة شهية بالنظر، جيدة للإيه؟ للعيون، اللي هي شهوة إيه؟ تعصب المعيشة أو حب القيم. أنا عايز آكل، أنا عايز يبقى عندي بيوت، أنا عايز يبقى عندي عمارات، عايز يبقى عندي حاجات كتيرة جدا. آدم وأمنا حواء وقعوا فيها، جه يسوع المسيح آدم الثاني لينتصر عليه في التجربة الثانية لما قال له إيه؟ اسجد لي وكل الممالك، وراله في لحظة كل الممالك اللي في الدنيا. طبعا كانت رؤية عقلية لأن يسوع المسيح كان في الجسد، فرؤية عقلية وراله كل الممالك. فجه ربنا قال له إيه؟ لا تجادل، قال له للرب إله تسجد وإياه وحده تعبد، عشان ينتصر على خطية تعظم المعيشة أو حب القنية اللي آدم الأولاني وقع فيها. ثالث خطية أبونا آدم وأمنا حواء وقعوا فيها لما الشيطان ضحك عليهم، قال لهم يوم ما هتاكلوا من الشجرة دي ستصيروا زي ربنا عارفين الخير والشر، اللي هو بنسميها خطية إيه؟ المجد الباطن، الذات والأنا، أنا بقيت أحسن من كل حواليا، أنا بقيت حاجة كبيرة جدا. جه ربنا وانتصر فيها وسمح ان الشيطان يجربه عشان ينتصر لحساب آدم الأولاني لما الشيطان قال له ارمي نفسك والملائكة هتيجي تشيله، فقال له كده هو لا تجرب الرب إله. يبقى نفس الثلاث خطايا اللي أبونا آدم وأمنا حواء وقعوا فيها، شهوة الجسد، تعظم المعيشة، المجد الباطل، جه يسوع المسيح وسمح للشيطان ان هو يجربه
نفس الثلاث تجارب علشان ينتصر فيها ويرد ادم الاولاني لنفس المرتبه اللي هو كان فيها قبل ما يقع في الخطيه. اخر سبب ليه يا رب سمحت للشيطان ان هو ينتصر عليه تجربه على الجبل، ربنا عايز يعلمنا مفتاح النصره على الشيطان لكل واحد فينا. احنا كلنا ضعفاء، كلنا بنقع ونتعب كتير قوي في الدنيا دي. ربنا حب يدينا المفتاح. كل تجربه من 3 تجارب كان ربنا بيرد عليه في الاول بكلمه، اللي هي كلمه ايه؟ مكتوب. يعني ايه مكتوب؟ ربنا بيقول النهارده بيقول لحضراتكم عايز تنتصر على عدو الخير استخدم كلمه الكتاب المقدس، الايات اللي في الكتاب المقدس. مكتوب هي كانت كلمه او مفتاح النصره اللي ربنا حب يعلمها لنا. وكان ربنا بيستخدم في الرد على الشيطان ايات كلها من سفر التثنيه. فبيقول لنا الشيطان هيجي يجربك بالذات واحنا في الصوم الكبير، لما ربنا بيشوف كده زي حضراتكم ناس قديسين وعايزين يبقوا على طول في الكنيسه، عايز اتناول وعايز اخدم وعايز اصوم قطاعي، الشيطان بقى يحاول يهزمك، يحاول يوقعك باي طريقه. ما نخافش لان احنا عندنا الكتاب المقدس. لما ربنا يقول لك كده الكتاب المقدس هو فيه علاج لكل امراضنا الروحيه. لما بنتسلح بالكتاب المقدس عدو الخير ما بيقدرش علينا. بولس الرسول يقول لنا كده في افسس 6 استخدموا سلاح سيف الروح الذي هو ايه؟ كلمه الله. السيف بتاعنا هو كلمه ربنا. يقول لنا كده في رساله العبرانيين الاصحاح الرابع كلمه الله حيه وفعال وامضى من كل سيف ذي حدين وخارقه لمفرق النفس والروح والمفاصل مميزه نيات القلب ونيته. فدول ال3 اسباب اللي ربنا سمح من اجلها ابليس ان هو ينتصر لحسابنا. رقم 2 يرد ادم الاولاني نفس ال3 خطايا اللي هو وقع فيها. اخر حاجه لكي يعلمنا كيفيه النصره على عدو الخير عن طريق كلمه ربنا. يا ريت كلنا انا وحضراتكم في الصوم كل واحد فينا كان بيقعد مثلا ربع ساعه مع الانجيل يزود بقى يخليها نص ساعه. فتره الصوم دي خلاص الصوم جه، هو داخلين في الاسبوع الثالث، فمهم جدا يبقى قانوننا الروحي في فتره الصوم زياده عن الايام العاديه. اللي كان بيقرا اصحاح يقرا اصحاحين، واحد قاعد يمين وواحد قاعد يمين. اللي كان بيقعد ربع ساعه يخليها نص ساعه. اللي كان بيقرا بس لا يقرا تفسير. مهم جدا لما اقرا الكتاب المقدس افهمه حسب ابائنا الاوائل فهموه ازاي في الكنيسه الاولى. لان انا ممكن افهمه انا بطريقتي انا افهم فكر الخاطئ. انما احنا كنيسه ارثوذكسيه مستقيمه عندنا الاباء الاوائل قبل انشقاق الكنائس كلها كانوا بيفسروا الانجيل ازاي؟ ارجع للتفاسير دهيت وافهم الانجيل المقدس. اخر حاجه عايز اقولها عشان افهم الانجيل المقدس لازم ان انا اقراه يوميا. 2 افهمه، 3 احفظه، 4 ابتدي اطبقه في حياتي عشان الناس لما تشوفني تلاقي كل واحد فينا هو عباره عن انجيل معاش. ابونا بشوي كامل كان مره راح يزور واحد مريض، فكان قاعد مريض ما بيتحركش خالص، كان هو متعود يروح يقرا له الانجيل. قال له بس انا بقالي فتره كبيره ما كانش. قال له طب ثانيه واحده انا اخش اطبخ لك حاجه. قال له بس انا الهدوم كلها ما كانتش نظيفه ومش عايز اشرب. قال له ثانيه واحده انا هنشربها لك. قعد يطلب منه طلبات. بعد كده ابونا شويه قال له انا هضطر امشي بس للاسف انا ما لحقتش اقرا لك الانجيل. قال له انت عملت كل وصايا الانجيل من خلال تصرفاتك قدامي، انت كنت بتقول معاش، انت خدمتني خدمه حيه، انا مش محتاج اسمع الانجيل. لما شفت تصرفاتك انت انجيل معاش. عايزين كل واحد من حضراتكم وهو واخد قوه الذبيحه جسد ربنا ودمه يخرج للحياه عباره عن انجيل معاش في اي مكان هو موجود فيه، لكي ينتصر على عدو الخير ولكي يصبح كارث في كل مكان هو موجود فيه. ربنا يديكم ويدينا النصر على عدو الخير. لله المجد الان وكل اوان ولا